إذا نصبح عليكم بالخير مرة ثانية مشاهدين ومتابعين ضحى، ودائما احنا تعودنا نقدم لكم مادة صباحية تكون مفيدة لكل من يشاهدنا ويتابعنا عبر هذه الشاشة. إكسبو 965 فريق كويتي يضم يمكن العديد من أصحاب الحرف والمهن وأيضا أصحاب المتاحف الخاصة، يمكن خلال فترة مشاركاتها بالعديد من المعارض حققت الكثير من النجاحات المبهرة. بالتأكيد تعد هذه الفكرة وأيضا فكرة تأسيس مثل هذا الفريق فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، لأنها تجمع الفنون تحت مظلة واحدة. راح نرحب أكيد بضيفنا هو أحد أعضاء هذا الفريق محمد الحداد. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور، يا هلا مرحبا فيكم. صباح بالخير عليك. صباحك الله بالنور، ومشكورين على الاستضافة هذه واهتمامكم بالشباب. هذا واجب علينا احنا نهتم بالشباب ونبرز دائما الصورة المشرفة لهم في الكويت. وهذا هدف الفريق، يعني احنا نبرز حق الناس اهتمام الشباب تراثنا القديم. جميل. وتعليم الناس والاجيال اللي بعدنا ان شاء الله يعرفون حياه اجدادنا شلون كانوا عايشين قبل. صحيح. طيب احنا نتكلم اليوم عن هالفريق هذا اللي شدني من الموضوع انه 965، يعني هذا يمكن سبب خلينا نقول تاسيس هالفريق هذا. اتوقع مربوط طبعا هذا اكثر سؤال احنا نساله. اكسبو 965، اكسبو اللي هي معارض و965 اللي هي رمز دوله الكويت. صحيح. طبعا جت الفكره ان احنا عن طريق الانستغرام مجموعه شباب اصحاب متاحف واصحاب الحرف، فقمنا نلتقي يعني احنا يعني احنا مثلا الناس تستدعينا مثلا نسوي لهم ركن بجهه حكوميه او شركه او مدرسه، فجت الفكره احنا ليش ما نسوي فريق كامل ونروح بدل لا يروح شخص تروح مجموعه يعني صحيح. متنوعه من الحرف أو من الحرف ومن اصحاب المتاحف. فجت الفكره عندنا المنسق العام محمد كمال ابو مالك، طبعا هو اسس الفريق. تاسس الفريق 7/3/2016 تقريبا قبل 6 اشهر. شاركنا لغايه الان في 15 معرض ما شاء الله، عرض وبيع زين، وفي ان شاء الله معارض يعني جايه. فاحنا اللي يميزنا ان احنا طبعا اول فريق بالشرق الاوسط اللي يضم اصحاب متاحف خاصه مع الحرف. أصحاب المتاحف عندنا اللي يجمعون المقتنيات والتحف والأنتيك، ويجمعون الجرايد والمجلات والعملات والقرآن الكريم، يعني شغلات تراثية صار لها مئات السنين. صحيح. أي. وفي ناس عندنا مثلا مهتمين بالبيت الكويتي، شنو استخدم داخل البيت الكويتي. عندنا ناس مثلا مهتمين بالأبواب الكويتية، يعني الباب الكويتي مر على اكثر من او بالامور البحريه بالطين. صحيح. باب الطين غير عن باب او بالامور البحريه البحري والباديه، يعني بالضبط. عندنا صايغ الذهب، عندنا صناع الابوام، عندنا صناع الابوام، صناديق الخشبيه، يعني مجموعه متنوعه. عندنا مثلا شباب فن الارتك والارابيسك، عندنا النحت على الخشب، النحت على الزجاج، رسامين، خطاطين. ما شاء الله وايد فنانين بالكويت، يعني ترى فعلا يحتاجون فريق يضمهم. صحيح. فريق كبير. يعني احنا لما نشارك باي معرض يعني الواحد ما يمل. فريق متكامل يمكن من كل زوايا احنا نغطي الفن. انتم عندكم ناس متخصصين في الموضوع. اللي ابهرني تبارك الرحمن مبدعين اكيد مبدعين. تبارك الرحمن اللي ابهرني في الموضوع ان يعني انشاء الفريق كان بفتره وبدايته بقوه، يعني الكل قاموا يعرفكم. يعني مشاركاتكم صارت كثيره بزخم، افتتاح يعني ما شاء الله، يعني كبار الشخصيات قاعدين يحضرون ومهتمين بالمعرض اللي احنا نقدمه. يعني لغايه الان تقريبا وصلنا 100 عضو ما شاء الله، ومتنوعين. يعني احنا حتى الحين مثل الربع عندنا مثل بالامارات والبحرين يبي يسوون نفس الطريقه. يعني العاده لما تقول له معرض الناس ما تهتم، بس اللي يجون لا ينبهر انه يدش ما يمل. يعني في مثل التحف تنوع، ولا وانت قاعد تلفت نظر الكبير والصغير. صحيح. يعني الكبير تلقى يتذكر والله هذه كانت موجوده عندنا، هذه شغله كنا نستخدمها كذي، والصغير يجي يسال شنو هذه، شلون كانت تستخدم، فتشدهم. عندنا مثل الحرفيين قاعد مثل ينزل مثلا بالانستغرام او شيء شغلات والادوات والاعمال اللي يسويها، فالناس ودها تشوف على الطبيعه وهو يشتغل. صحيح. مثل النحاتين شلون ينحت على الخشب، الزجاج. عندنا ما شاء الله المبدعين اللي يشتغلون من الخشب، هذا السدره والصفصاف اللي مقطوطه بالشوارع اللي ما حد مهتم فيها، يستغلها ويستفيد منها. شلون يستغلها ويطلع منها اشكال حلوه، اشكال
الله تكرم الحيوانات صحيح. والاواني المنزليه، قلاصات والفناجيل والصحون، شيء ابداع كلها امور يعني تشد. انا اتوقع تشد. الواحد وده انه يروح المعرض يشوفها. طيب يبي انا اللي بعرفه حضرتك يمكن احد اعضاء الفريق، نعم. يعني شلون قدرت تنضم حق هالفريق هذا دام انك انت اكيد صاحب حرفه ومهنه وهوايه ايضا كانت موجوده نعم. عندك، فكلمنا عن هالجانب هذا. طبعا انا صاحب متحف خاص مختص بالبيت الكويتي القديم. اي اللي يميزني شوي اني انا بنيت بيت عربي كامل بجميع مستلزماته، جميل. من غرف النوم، من المطبخ، الليوان والجليب، وفي دكانين، الله. بقاله وحداد. مجسم طبعا كله. لا بيت كامل، بيت باني كامل. بيت كامل 120 متر باني فوق السطح. جميل. الدش تعيش حقبه الاربعينات. حلو الله. وايد حلو. يعني انا حتى اللي يجوني ساعات يشوفون صور بالانستغرام، والله ودنا نشوف، ودنا نزوركم. هذا لازم انا ازورك اشرب عندك شاي. انت شرف الساعه المباركه. وكل اللي يجون ينبهرون، يقول حرام انت ظالم المكان بالصور. صحيح. يعني اللي يدش يعيش يعني شيء، يعني حياه اجدادنا اللي عاشوها الله. تلقاها موجوده، عدتهم شغل الحجيه، ماكينتها والمطبخ. زين اشمعنى البيت العربي الكويتي؟ انت شنو اللي كنت تحسه انه هو مو موجود الحين ودك كنت تعيشه؟ انا خذيت طبعا شغله من الوالد، اي الله يطول عمره. الوالد كان عنده اغراض، يدي الله يرحمه كان حداد، رحمة الله. فعنده اغراض بالبيت، جابهم البيت، ركن صغير، حب الشغله أدواته اللي كان يشتغل فيها، السندانه والمطارق والمسامير. توفى يدي، جاب البشتخته مالته والرواد، فقام يجمع من الركن صغير بالصاله لياخذ الصاله للصاله الثانيه. هني انا عاد نمت معي يعني الشغله اني انا تعلقت. والله حلو ما شاء الله. انا قاعده اشوف الحين من الصور هذا اللي انت مسويه الصراحه، هذا يعني متحف. فعلا كأنك يعني بيت كبير يعني. وانت بيت شلون بيت. بنيته بهالطريقه؟ هذه فكره وايد حلوه اصلا. ان لنا زيارات مع ربع طبعا اصحاب أي. المتاحف وكذي، عندهم صح مجموعه من المقتنيات، بس بيت ما في. يعني عندهم تلقى سرداب، ديوانيه، ركن معين يحطون فيه الاغراض، حاطهم على بس طوفة. انه بيت ما في. صحيح. فانا كان ودي اني اشوف، يعني حتى اسافر اروح ساعات دول، ابي اشوف البيوت القديمه شلون كانوا عايشين، الاغراض الموجوده. فجت الفكره، قلت انا لازم ابني البيت فوق السطح. المقتنيات اللي حطيتها داخل البيت كلها من الكويت ولا كلها من جبتها من الكويت. برا؟ كلها من الكويت، اشتري من برا، اي. بس لازم تكون مستخدمه داخل الكويت. ايوه. يعني ساعات في تحف وانتيك قديمه صح، عمرها 100 سنه وفوق، بس ما استخدمت بالكويت، لا هذه ما احطها. تحط اي لازم اللي- اهم شيء تكون مستخدمه داخل الكويت. جميل. فطبعا بالبدايه الوالد كان رافض، شلون تدني المكاين والبيلرات والكهرباء. اي. شوف انا خلاص ناوي ابني، فدنيت المكاين وفضيت المكان. قال انا ابي اسوي نفس البيت اللي انا عشت فيه، بيتنا اللي بشرق عشت فيه اي ويسوي. ابي اسوي نفسه. والحمد لله سويناه، ويعني شيء فوق الروعه. تروح تقعد مرات هناك وقت فراغك تقعد. يعني باليوم يعني مو اقل من 5-6 ساعات. متعلق بالمكان يعني. ايه وناستي متعتي اغراضي. يعني يمكن ساعات الناس تستهين، قلاص ولا صحن شنو مضيع، تلقى انا قاعد ساعتين قاعد لا اطالع. اكيد انتيك هذا. متعه عندي. صحيح. وناسه لما تقعد تنظف اغراضك وشغلك. طبعا احنا حريمنا يزعلون يشوفونا نصعد فوق. اي انت تحت ما تسوي شيء، ريل على ريل وقاعد تصعد فوق تغسل وتنظف وتخم. وناستي. على فكره انا يعني احس الاشخاص المهتمين بالجانب هذا مثل ما ذكرت حضرتك من شويه، انه حتى لما يسافر يروح الاماكن التراثيه اللي موجوده في البلد نفسه يحس فيها متعه. أكيد. يعني ويحس انه قاعد يعيش لحظات ما كان هو موجود صح. فيها. هذا تستهوي بروحه ترى شيء المتاحف حلو. اكثر شيء. يعني صح. كل قطعه يعني احنا نعطيها حقها، نطالعها ونتمتع فيها وشلون صنعت، ونسال ونبحث عنها، يعني شلون كانوا يستخدمونها اي وقت بالضبط. وحتى يعني اذا كانت قديمه شلون تناقلت من بيت لبيت، صح. من اللي مسكها، من إي اللي صح. شرب فيها الاستكانه هذه. لا وفي شيء مثل حلو. الحين حتى ادوات كانت داخل الكويت احنا قاعد نجيبها من المانيا، لندن، الكويت. شلون وصلت هناك؟ شلون وصلت؟ يعني بالهند يعني في شغلات مصنوعه خصيصا حق الكويت مكتوب أي. عليها كويت. أها. سوق بن دعي، حسن بن علي، الله. مكتوب عليها اسامي. تلقاها نجيبها من المانيا ولا من لندن ولا من الهند. الشغلات توصل يعني مثل ما احنا ناخذ كنا نعطيها من نفس الوقت صحيح. يعني. والله شيء حلو الصراحه، خصوصا يعني تكون بالكويت يعني، واحنا تاريخنا يعني خلينا نقول تراثنا لازم نتمسك فيه، وحلو صح. ان احنا نتعلم هالتراث هذا. طيب المقتنيات هذه اللي موجوده داخل هذا البيت اللي انت سويته، حطيت المعلومات على كل خلينا نقول اداه موجوده لا، إحنا علشان الناس نشرح. شويه تتعلم؟ احنا نشرح هذا تشرح دائماً كتبنا. حقهم يعني الواحد ما يهتم لك، يقرا، وفي ناس ما تحب تقرا يعني طالع حسب ويمشي الطالع لان تمر انت عليها. معتمد على الكتابه. فاحنا لا، الناس اللي تجي نشرح لهم طبعا كل قطعه
شرح تفصيلي عنها يعني شنو اكثر استخدمت الاسئله وين اللي كانت، يسالونك اياها يعني؟ شلون فكرت ابني البيت؟ حاسين اكيد بشيء لان الناس وايد تنبهر، انت ما تتخيل انه شلون بيت فوق بيت. أي. صحيح. ولله الحمد يعني صدق إن دفعنا مبلغ بس طلع بصوره يعني مشرفه. بس هذا عاد البيت اذا طق المطر وكذي لا ماكو شيء، كل شيء تمام، ماكو شيء عادي. ما يخر لا ما يخر، الباسيل والجندل ما الأمور يخر طيبه. ما يخر لا كفو. ما يخر. يعني بيوت بالكويت ما في، صح. في بيتين ثلاثه دواوين، بس كبيت ناس عايشين فيه ما في. صحيح. فالناس تحب تشوف شلون اهلنا واجدادنا شلون كانوا عايشين، حياتهم البسيطه هذه، اغراضهم والادوات، شغل المطبخ والجليب والليوان وقعدتهم، شلون يجيك تيار الهواء وانت قاعد يعني حار، مع الهواء وفتحه الدرايش يصير هواء عندك. فالقعده حلوه. على البيت هذا ما يوك مثلا منتجين يمثل مشهد؟ يا وايد صوروا. اي صوروا يعني. اي لان حرام ما يتطوف يعني. اي لان انت بدل لا تسوي لك استديو، هذا بيت كامل، جاهز. بيت بجميع مستلزماته، يعني شنو كان موجود داخل البيت موجود. يمكن نطلع حلقه من هناك احنا. سالم مباركه. وبعدين الادوات اللي موجوده فيه يعني مو بس شارينها من اي مكان، لا انت متاكد منها ان ايضا كانت في الكويت يعني. عندنا حتى احنا بفريقنا عندنا ناس يعني باحثين بالتراث الكويتي. يعني مثل المرجع، اي قطعه تسالينهم يعرفون استخدمت ما استخدمت، منو استخدمها، منو عنده سنتها، يعرفون يعني. فالواحد احنا كفريق نرجع لهم، وهم غيرنا ناس هم اي استفسار عندهم قاعد يرجعون. يعني عندنا مثلا مختصين باللهجه الكويتيه، اي الكلمات الكويتيه هذه المفردات الكويتيه يعرفون يعني شنو معناتها، شنو اصلها، اي معناتها. ما شاء الله الفريق اللي عندكم يعني كل الاعضاء الفريق متميزين بتخصصاتهم، حتى يمكن اصبحوا خبراء يعني. في بعض الناس لما تجيب له القطعه يفحصها ويدري هذه القطعه اصليه او مزيفه. نحين التقليد وايد، صح. اي يعني كل شيء قاموا يسوون منه كوبي، اي نعم. كل شيء. فانت مع السنين هذه احنا اللي ممارسة. قضيناها يعني من صغري وانا اشوف الاغراض هذه قدامي، فقمت اعرف يعني من لمعتها، الملمس، بالضبط. ساعه الملمس يفرق معنا يعني، والنظافه وكذي يبين. وما يمنع انك انت تستشير يعني الناس تتاكد منها اكثر الموجودين قبل يعني. ما تقتنيها. صح. طيب الشيء الحلو ايضا ذكرت من شوي حتى في معارض شاركتوا فيها، قلت 15 معرض تقريبا. 15 معرض كانت يعني. كلها داخل الكويت ولا خارج لا هاي الكويت؟ داخل الكويت. اي يعني قاعد نشارك مع الجهات الحكوميه، معارض خاصه، شركات قاعد تستدعينا، يجونهم ساعه ضيوف من برا، يبي أي. يحط له ركن يبين تاريخ الكويت يعني. الثقافه الكويتيه القديمه والتاريخ. صحيح. يعني احنا يعني فوق ال 100 سنه يعني الاغراض هذه الموجوده، يعني تعطي مثل اشاره غير مباشره حق الموجود، يعني شوف التاريخ اللي عندنا. فريق اكسبو 65 هذا الفريق يمكن الان انطلق. أي. والاعضاء اللي قاعد اسمع 100 منك عضو، انه 100 عضو قاعد طبعاً. يتزايد العدد. شو اللي ينقصكم الحين كفريق؟ كل شيء عندنا يعني فريق متنوع، ان احنا مستعدين نغطي اي معرض باي عدد. يعني شو اللي ناقصك؟ مو ناقصنا شيء. مو ناقصك شيء. لا مو ناقصنا الدعم شيء. الحكومي متوفر لكم؟ الدعم ما عندنا، احنا الحمد ولله الحمد ما نتبع لا جهه حكوميه إيه. ولا اشخاص، احنا بيننا بين بعض. عندنا المنسق العام محمد كمال قاعد ينسق امورنا مع الجهات، ما نتبع اي احد ولا ناخذ دعم. الحمد لله يعني هذا اللي مخلينا فريق واحد يعني. جميل. الحمد لله التعاون اللي بيننا الحمد لله يعني لا خلافات لا مشاكل يعني. حتى لما نشارك بمعرض تسقط سيارتك اغراض وايد وثقال، اي نعم. تلقاهم كلهم ينزلون يساعدونك. صح. نعم. هذا روح الفريق. فريق واحد. اي يعني هذا شيء هذا يونسك يعني. هذا يمكن اللي يعطي استمراريه لاي فريق كان. الحمد لله. حب الفريق لبعضه، يحس انه تيم واحد. تعاون، الكل إيه الحمد يشيل لله رب الثاني. العالمين. هو اللي إيه. يعطي الاستمراريه. تبادل القطع مثلا احنا عندنا ساعات مثلا واحد ناقصته قطعه او شيء، من عنده شباب القطعه هذه، انا عندي قطعه مثلا زايده، يعني في انت. حلو. طيب من بعض الامور اللي كنا يعني قاعد يقولوا لنا اياها اخوان المعدين، عندكم مقتنيات يعني مميزه جدا، خصوصا جوازات سفر لفنانين قدامى مثل الفنانه الراحله ام كلثوم. ام كلثوم. شلون قدرتوا تحصلون على مثل هالنوادر يعني هذه؟ هذا معارك يلا قدرنا نوصل له. اكيد. اي يعني وحتى من ساعات نشارك مع الناس تجي خصيص عشان تشوف مثلا هذا على الشاشه معنا الحين، هذا من الجواز الجواز الاصلي. اي الجواز الاصلي. اي الجواز الاصلي عندنا اكثر من جواز، يعني اكثر من فنانين اسماعيل ياسين وسياسيين ومشاهير وايد عندنا. صحيح. مجموعه. فالناس ساعات حتى تجيك من برا تبي تشوف الجواز، شوف شنو الفيز اللي فيه والاختام. عندنا مثلا القرآن الكريم
عندنا شباب مثلا عنده عمره مثلا 800 او 700 سنه، اي ما شاء الله. قرآن كريم. عندنا مثلا المجلدات والمجلات، يعني في مثل اشخاص عنده مثلا مجله فيها حدث معين، اي تلقى يروح يبحث، يبي من بدايه الحدث لين